صباح الخير على الحلوين، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح كده كل حاجة حلوة على عيونكم. ازيكم يا أحلى وأغلى ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في أسعد أوقات حياتكم. النهاردة كده فيديو جديد وروتين جديد ونشاط جديد وطاقة جديدة وطاقة حب جديدة وتفاؤل. فقبل أي حاجة وقبل ما نبتدي في الروتين بتاعنا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلي زر الجرس واللايك، متنسيش اللايك لأن ده اللي بيدعمني وبيرفع الفيديو بتاعي. ويلا بينا كده نبتدي الروتين بتاعنا. وقبل اي حاجة قومي اعملي كده لنفسك حاجة سخنة كده تشجعك ان انت تسمعي الفيديو وتحمسك وتخلي مزاجك حلو وانت قاعدة بتتفرجي على الفيديو بتاعي. مين فينا يا بنات مش بيجي عليها وقت بتكون خلاص زهقت واتخنقت وطاقتها خلصت حرفيا من كل حاجة حواليها؟ مش هقولك بس من شغل البيت، لا، من شغل البيت، من صحاب، من كل حاجة. بتحس كده ان الدنيا قفلت مرة واحدة، بتحس كده خلاص ان انا حاليا انا مش قادرة اتعامل مع حد. في الوقت ده انا بقولك فعلا حرفيا اقفلي موبايلك، افصلي نفسك عن الدنيا لغاية لما تبدأي تاني تستعيدي كده قوتك. لو انت بتشتغلي خدي يومين اجازة. بالذات يا بنات الست اللي بتشتغل دي بيبقى عليها ضغوطات مش طبيعية، بيبقى عليها ضغط نفسي مش طبيعي. تخيلي الضغط اللي انت بتتعرضي ليه في البيت ومسحولة مع الولاد وكده، وفي ضغط اوفر بقى بناس فاهمين معظمهم يعني بيكونوا معقدين نفسيا فبيطلعوا عقدهم عليكي، فبيبقى الموضوع صعب فعلا. فانت اول ما تلاقي نفسك ان انت وصلت لمرحلة ان انت مش قادرة تتعاملي مع حد، انا بقولك اقفلي موبايلك وابدأي خدي كده اشحني طاقة تاني واخرجي ودلوقتي يا بنات يعني الجو حاليا فرصة حلوة قوي ان احنا نستمتع بيه. قومي افتحي الشباك بتاعك الصبح، قومي شمي هوا نقي، قومي اسألي نفسك هو انا ايه اللي هيبسطني. اول ما تلاقي نفسك كده قفلتي وطاقتك منهارة وخلاص انت جبت اخرك، لا خلاص ابدأي ان انت خدي كده ريست مع نفسك، ابدأي اقعدي مع نفسك، ابدأي اسألي نفسك هو انا ايه اللي هيفرحني، اعمل ايه دلوقتي عشان اتبسط. اسألي نفسك بس السؤال ده، هقوم اعمل ايه دلوقتي عشان اخلي مزاجي حلو واخلي نفسي مبسوطة. في ناس بتكون مبسوطة لما بتخرج مثلا مع واحدة صاحبتها مقربة ليها، في ناس مبسوطة لما بتخرج لوحدها. انتي ايه اللي بيبسطك؟ انتي شوفي انتي الحاجة اللي انتي بتحبيها، لان حرفيا ما تدوريش على اي حد ان هو يبسطك او يسعدك. انتي اللي لازم تدوري على السعادة دي جواكي وتدوري عليها بنفسك، لان فعلا انتي تستاهلي ان انتي تبسطي نفسك. دايما يا بنات انا بقول كده ان السعادة ما بتجيلناش من بره. يعني السعادة مش هتجيلك مثلا من واحدة صاحبتك، من جوزك، من خطيبك. السعادة هتيجي من جواكي انتي لما بتكوني راضية عن نفسك وعندك ثقة بنفسك وعندك شعور ان انتي مقدرة نفسك، ولا يفرق معاكي الدنيا باللي فيها. واهم ده كله عشان تكوني فعلا راضية عن نفسك حق الرضا، وعشان تكوني يعني عارفين انتوا كده مبسوطة بنفسك، لازم اول حاجة ترضي ربنا. اوعي تعملي اي حاجة تحسسك ان انتي قليلة او تحسسك ان انتي مش صح. خلي بالكم من النقط دي، ما تتعديش حدودك في الغلط، ده مهم جدا يا بنات. بنلاقي دلوقتي الفترة الأخيرة دي بنات كتير قوي وستات كمان كتير قوي عندها الغلط ده عادي. غلط بقى ان انا غلط في اي حاجة حواليا، يعني اغلط في حق نفسي، اغلط في حق اللي حواليا، ده عادي؟ لا مش عادي. وبقولها تاني وبكررها وممكن ناس تكون ضدي، كل ما بتقللي علاقاتك كل ما مشاكلك بتقل، كل ما الضغوط اللي حواليك بتقل. خلي الناس تحبك من بعيد لبعيد. كل ما بنقرب كل ما بندخل جوه بعض كل ما بنأذي بعض حرفيا، كل ما النفس أمارة بالسوء. واحنا دلوقتي بقينا في زمن انت مش ضامنة اي حاجة حواليك او اي حد قريب منك، زي ما احنا بنسمع البلاوي اللي احنا بنسمعها. فما تقربيش حد من ولادك زيادة عن اللزوم، ما تقربيش حد منك انتي زيادة عن اللزوم. خلينا نحترم بعض ونحب بعض من بعيد لبعيد. العلاقات السطحية قد ايه علاقات مريحة، علاقات مش مؤذية. ممكن يكون لك صاحب او اتنين قريبين منك، بس برضو انا بقولك ما تقربيش زيادة عن اللزوم. غلط، مش صح. طول ما انت عاملة حدود لنفسك، حدود مع ولادك ومع جوزك ومع كل اللي حواليكي، في حد ما ينفعش اي حد قريب مني يتعداه. قد ايه ده هيكون مريح ليكي جدا نفسيا، قد ايه انت هتبقي
مبسوطة وراضية عن مشاكلك هتقل. وكمان من الحاجات اللي هتخلي مشاكلك تقل ان عشمك في الناس يقل، وعشمك في الناس هيقل لما انت تهتمي بنفسك، لما انت تكوني معززة نفسك، لما انت تكوني عارفة قيمة نفسك. الواحدة لما بتبقى مقدرة نفسها قوي وعشمها في نفسها بس، ما بتستناش عشم من حد، يعني ما بتحطش عشمها في اي حد خالص خالص. ببقى عارفة البرنامج بتاعي، عارفين انتوا، انا عارفة ان انا اصحى من النوم هعمل مثلا فنجان قهوة، هو ده اللي هيظبط لي مزاجي. لا فلانة دي هتكلمني هتديني طاقة سلبية مش هرد عليها اصلا. طب انا صاحبتي دي مريضة، لا هكلمها واسأل ببقى عارفة انا هعمل ايه، مش قاعدة مستنية وبحرق دمي وبحرق في بنزين كده على الفاضي عشان فلانة قالت كلمة وحشة عليا وفلانة التانية صاحبتي التانية ما كلمتنيش، وصاحبتي التالتة ما جتش زارتني لما انا تعبت. حوارات مستنية متستنيش حاجة من حد. ودايما اي حد تتعاملي معاه حطي كده ان احتمال يطلع منه، يعني حطي نسبة مثلا 80% هي كويسة وصاحبتي جدعة، و20% انا متوقعة ان يحصل ندالة، يحصل كلام، يحصل. طول ما انت متوقعة ان حاطة نسبة بسيطة، مش هقولك مثلا كل الناس وحشة، لا، حطي نسبة بسيطة ان احتمال، هي مش ملايكة. فلما يحصل الحاجة الوحشة او تسمعي انها اتكلمت عليك او يحصل اي موقف ما، بتبقي مش مصدومة، عادي ولا فارقلك. فاهمين؟ فبنات والله العظيم بجد انتوا لو مشيتوا بالمنطق ده في حياتكم انتوا هترتاحوا كتير قوي 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 قوي. هتحسي قد ايه ان انتي غالية على نفسك. فاهماني؟ مش هتستني حاجة من حد خالص، انتي عارفة قيمة نفسك ومقدرة نفسك. يا سلام على الناس اللي مزاجها عالي وبتعمل كده بجد. طبعا انا النهارده كده اتكلمت في حاجات بعيدة عن الروتين خالص خالص خالص، بس مواضيع انا بجد بحب اتكلم فيها وبحب اوصل وجهة نظري للناس كتير وستات وبنات كتير بجد. حاجة حلوة قوي ان انتي تعيشي لنفسك، م... تعيشي لنفسك، بتهتمي بنفسك. انا النهارده في الروتين ده صحيت من النوم قلت انا هاكل اكل صحي. ليه صحتي؟ انا حاسه ان انا يعني بفتري عليها، باكل حلويات كتير، باكل اكل مش صحي كتير، فحاسه ان انا حركتي قلت، حاسه كده. فاهمين؟ في خمول، عارفين انتي لما بتزودي في الاكل ده بتحسي ان انتي مش قادره تقومي من النوم كده يعني. فقلت لنفسي ليه اعمل في نفسي كده؟ يعني هو انا ليه باذي نفسي؟ فقلت اخدت قرار اليوم ده ان انا اقوم واعمل لنفسي اكل صحي. اعمل لنفسي بيضه مسلوقه، فلفل الوان، خيار، شاي اخضر. وهو يوم صحي النهارده، وده بيفرق جدا في نفسيتك ان انا بهتم بنفسي، بهتم بصحتي. بس ما حدش جه قال لي اهتم بصحتك، وانا حد ليه يقول لي اهتم بصحتك؟ انا عايزه اهتم انا بنفسي، عايزه صحتي انا تكون كويسه لنفسي. فوالله يا بنات بجد جربوا ان انتوا تعيشوا بالاحساس ده، جربي تعيشي باحساس ان انا يعني اهتم بصحتي واهتم بنفسي، اهتم بمزاجي، صحتي النفسيه والجسديه. مهم جدا جدا ان انتي تهتمي بالحاجات دي. انت لو وصلت لغايه هنا وبتسمعي الفيديو وكلامي، ما تنسيش ان انتي تحط اللايك بتاعك. بفكرك تاني اهو، بفكرك حط اللايك واكتبيلي في الكومنتات ان انتي سمعتيني لغاية النقطة دي، ان انتي تهتمي باكلك وتهتمي بصحتك النفسية. اهتمي بالمكان اللي انت عايشة فيه. يعني يعني الروتينات دي احنا بنعملها ليه؟ انا بعملها ليه الروتين ده؟ الروتين ده انا بهتم بالمكان اللي انا عايشة فيه، بهتم ان مطبخي يكون نظيف، بهتم ان المكان اللي انا قاعده فيه، الريسبشن، الليفينج روم، اوضه النوم، اي حاجه أنا في بيتي بتعامل معاها تكون نظيفه. حاولي ان انت تنظفيها تنظيفه كده عميقه حلوه تريحك نفسيا. وانتوا لو عايزين ان انا اعمل لكم تنظيفات عميقه، ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه اعمل لكم تنظيفات جامده جدا جدا جدا. بصوا، احب كده الرخامه وانا واقفه اغسلها غسله محترمه كده، اجي اطبخ، اجي اعمل اي حاجه عشان ريحه حلوه دايما وانا واقفه، ارش معطر. طبعا بغض النظر ان انا عندي حساسيه انف، بس بحب اشم ريحه حلوه، بحب ان المكان حواليا يكون ريحته حلوه وريحته نظيفه.
اتخلصي دايما من القاذورات، شنطة الزبالة اعزكم الله دي اول باول تنزليها. في تراب طبعا، احنا دلوقتي جو مليان تراب، بس حاولي على قد ما تقدري. بصوا بقى، ده الطبق بقى بتاعي العشق. وبعدين بدأت اعمل اللي هو الصيام اللي هو المتقطع، اللي هو افضل 16 ساعة صايمة. ده مفيد جدا يا بنات، ومش شرط ان انت تكوني وزنك زايد، يعني لا، هو سبحان الله انت بتريحي معدتك، زي الصيام عندنا كمسلمين بيريح معدتنا بيريح جسمنا. فده صيام متقطع، بتقومي تصحي من النوم تشربي المشروبات اللي انت عايزاها، بس بتأجلي الوقت اللي انت هتاكلي فيه، يعني هتأجلي الوقت اللي انت هتفطري فيه. فانا هنا قمت عملت المواعين وظبطت الدنيا وظبطت المطبخ بتاعي والدنيا زي الفل. قبل ما ابدأ في الطبيخ بتاعي عملت لي بقى طبق كده، طبق لجهاد، يعني طبق لصحتي الحلوة. آه حاجة جميلة جدا انتي تفرحي نفسك وتجبري بخاطر نفسك، وتقولي لا، مفيش حاجة مستاهلة انا ازعل نفسي عليها، رغم ان انا والله لو حكيت لكم عن مشاكل الواحد بيتعرض لها وكمية النفوس المريضة والخبيثة اللي الواحد بيشوفها، انتوا مش هتصدقوا ان انا بكلمكم الكلام ده. بس انا حرفيا مش هلاقي نفسي ان انا كل يوم بحرق في دمي، كل يوم، يعني بحكم شغلي، وان انا هيجي عليا يوم واحكي لكم طبيعة شغلي، وان انا عندي مكان وكده، وان انا بتعامل مع ناس بشكل يومي، ان انا حرفيا بتعامل مع ناس هي قصدا انها تأذي، هي قصدا ان هي تدمر حياة اللي قدامها. فانا كنت في وقت من الاوقات مركزة معاهم، يعني مركزة معاهم ازاي اجيب حقي، وهم اذوني ومش عارفة ايه، لقيت ان كل ده بياخد من صحتي، وهم بسم الله ما شاء الله صحتهم كويسة جدا، وانا اللي صحتي في النازل، فحرام. فابسط حاجة اقدمها لنفسي ان انا اهتم بنفسي، وان انا اتجنب اي كلام سلبي بيتقال عليا. اه حقنا، مش بقولك مثلا انت ايه، روبوت كده، ان انت صامتة وساكتة وما بتزعليش، لا، حقك ان انت تزعلي، حقك ان انت تتضايقي، بس ما تطوليش وما تناميش وانت زعلانة. فبصوا الطبق الجبن ده يا بنات بجد تحفة. هنا عملت فلفل الوان كده، اصفر واحمر، طبعا فايدتهم عظيمة جدا. مضاد اكسدة عالي قوي، فيتامين سي عالي جدا لكل الناس اللي هي بتعاني من الحساسية. انت لو اخدتي كل يوم كده يعني حاجة صغيرة منهم، هتفرق جدا في الحساسية اللي عندك وفي البرد اللي عندك. مضاد اكسدة وفيتامين سي، بصي ما اقولكيش، وطبعا غير الالياف اللي هي بتريح معدتك وبتريح الجهاز الهضمي. يعني انت لو في وقت من الاوقات حاسه ان معدتك تعبانه، حاسه ان عندك مشاكل كده في الهضم، انا عايزه اقولك ان الطبق ده هيريحك جدا جدا جدا، مفيد جدا جدا يا بنات على اقصى درجه. وجبت معاه، ده كان فطاري بقى في اليوم ده، يعني كنت عامله صيام متقطع، كنت صايمه عن الاكل 16 ساعه. وجيت بقى عملت ايه الطبق ده، وعملت بيضه مسلوقه، وبمشبع بقى، تفضلي وقت كبير اصلا شبعانه. بس للناس اللي ضغطها بيوطى زي حالاتي، حطي معاه حاجه حادقه، يعني ما تكتريش، حاجه حادقه بس، مثلا زيتونتين، بس انا نسيت فضغطي وطى. فخلي بالكم من شرب الميه، وخلي بالكم مثلا الناس اللي ضغطها بيوطى، قطعتين بس زيتون، ثمرتين بس زيتون كده صغنطتين، يرفعولك بس يظبطولك الضغط. لان الشاي الاخضر على قد ما هو مفيد طبعا وبرده مضاد اكسده، بس بينزل الضغط جامد. فالناس اللي ضغطها بيوطى زي حالاتي، لا، خدي معاهم حاجه حادقه، او اعملي كوبايه، استبدلي كوبايه الشاي الاخضر بكوبايه جنزبيل. الجنزبيل من الحاجات اللي هي بترفع الضغط. بس يا بنات، فبصوا انا كنت مبسوطه جدا اليوم ده. آه كنت حابه ان انا اقول لكم تجربتي كده. بصوا بقى ان انا كده بقطع البيضه كده بالراحه، احساس كده ممتع. البيض طبعا مفيد جدا، البيض المسلوق ده مفيد جدا جدا، فيه مغنيسيوم، بوتاسيوم، فيه كل المعادن اللي جسمك اصلا محتاجها. قومي كده اعملي لنفسك طبق كده زي ده، وقولي عشان خاطر صحتي بالدنيا، ولا حد يفرق معايا، ولا حد يستاهل ان انا ازعل. يا رب كده يا بنات فيديو النهارده كده يكون عجبكم. يا رب كده النهارده كده يكون كلامي فادكم. وكل واحده كده تكلمني النهارده كده تقولي هي استفادت ايه من كلامي، وهتطبق كلامي ولا مش هتطبقيه. هتطبقي ان انتي الدايره بتاعتك تصغر عليكي كده، وتخلي علاقاتك سطحيه، ومن الناس من بعيد لبعيد احلى بكتير.
هتبداي تقرري ان انت تطنشي الكلام السلبي اللي بيتقال عليكي ولا لا. فانت بقى لو خدت القرار ده عرفيني كده في الكومنتات، قولي جاهز خلاص انا من النهارده هرمي ورا ظهري وهعرف قيمة نفسي، ههتم بصحتي النفسية والجسدية ولا حد يفرق معايا.